أهلا بيكم في سلسلة شروحات أسام تكس. النهاردة هنتكلم عن إدارة الفروع وإزاي نقدر نضيف فرع بكل سهولة ونربطه بالمحل بتاعنا. أول حاجة احنا بندخل على صفحة إدارة الفروع من التبويب هنا، إدارة الفروع، تظهر لنا الفروع اللي موجودة عندنا. طبعا هيكون عندنا فرع واحد اللي هو الفرع الرئيسي بتاعنا. هنختار من هنا إضافة فرع جديد، هنكتب عنوان الفرع أو اسم الفرع اللي هيظهر في الفواتير أو في الصفحة العامة بتاعتنا. طبعا هنا بنكتب الاسم والعنوان والرقم. اما الباقة، طبعا احنا السيستم بتاعنا متقسم لثلاث اقسام. احنا عندنا قسم الصيانة اللي هو الاستلام والتسليم والتتبع، والاجهزة والاكسسوارات اللي هي معرض المبيعات والتجزئة، والمخزن اللي هو محلات قطع الغيار الداخلي بتشتغل جملة وقطاعي. هنا هنعلم احنا عايزين الفرع ده يكون شغال ايه بالظبط. فانا عايز التلاتة، هسيبهم التلاتة. الفرع ده هيكون مثلا عبارة عن آه، محل قطع غير داخلي، فانا هعلم على دي بس وهعمل حفظ للتغييرات. كده الفرع اتضاف معانا، وهنا معلمني ان هو متاح له مش متاح له صيانة ولا مبيعات، هو شغال بس كمستودع يعني قطع غير داخلي. بعد كده الخطوة اللي بعديها هنروح على صفحة الموظفين عشان نضيف موظف للفرع ده، ونقدر ان احنا نسجل دخول على الفرع بتاع الدقي ده. طبعا احنا هنا دخلنا لصفحة الموظفين، هنعمل دعوة موظف جديد وهنسجل اسم الموظف. طبعا احنا هنا هنختار فرع الدقي، الفرع الجديد اللي احنا عايزين نفتحه، ونعمل ارسال دعوة. هنا اخدنا الايميل والباسورد كوبي بيست. لو رجعنا لصفحة الفروع تاني هنلاقي ان هنا في موظف اتضاف لفرع الدقي. هنسجل دلوقتي خروج، ونسجل بقى بالموظف الجديد اللي احنا سجلناه ده عشان نفتح فرع الدقي ونتعامل عليه ونشوف التحويلات ما بين الفروع هتبقى عاملة ازاي. طيب احنا كده سجلنا بالموظف اللي هو فرع الدقي. طبعا احنا مدينه صلاحية مدير وسامحينه ان هو يشوف ادارة الفروع والتحويلات بين الفروع. طيب احنا نقدر نتحكم في صلاحية الموظف، يقدر يشوف ايه وما يشوفش ايه. طبعا احنا عاملين له ان هو مخزن قطع غيار بس، فاحنا هنا هنلاقي ان الصفحة اللي مفتوحة هي قطع الغيار الداخلية فقط، ما عندوش منتجات اكسسوار واجهزة ولا عنده صيانة. والخزنة برضو هتبقى ما فيهاش غير درج واحد اللي هو درج المخزن بتاع قطع الغيار. ما عنديش اي ادراج تانية. طيب احنا هنا فتحنا صفحة قطع الغيار، خلينا نضيف فاتورة سريعة عشان نشوف ازاي نقدر نحول بضاعة ما بين الفرع ده للفرع ده، ونشوف هتسمع عندنا ايه. طبعا خلينا يعني ايه ننورها افضل، ونضيف الفاتورة، نعمل فاتورة توريد. هنا ده طبعا السعر بتاع السعر القطاعي مش سعر الجملة يعني. طيب هنا لو في مورد هنضيفه، احنا مش هنضيف مورد، ونعمل ان ايه ميخصمش من الخزنة. البضاعة دي هتضاف بدون ما تخصم اي حاجة من الخزنة. طيب اتضافت البضاعة. طيب هنشرح التحويلات سريعا تاني. احنا عندنا انا فاتح تابين. تاب فيها الموظف اللي في الفرع الرئيسي اللي هو أسامة محمد اللي احنا ضفناه لفرع الدقي. طيب انا عايز احول بضاعة، مثلا اخترت من الفرع الرئيسي، هختار ان انا عايز احولها لفرع الدقي. اخترت مثلا شاشة 14 برو، بكتب اي ملاحظة.
واعمل ارسال. طيب مجرد ما عملنا ريفريش احنا ظهرت عندنا عملية واردة، نقدر نشوفها هي ايه. والله قال لي ان انت جايلك شاشة ايفون 14 برو. طيب انت موافق تستلمها؟ عملنا موافقة. تمام. تظهر عندنا في السجل تمت الموافقة. تظهر عندنا ان انت ايه جاتلك. لو رحنا للمخزن هنلاقي ان في شاشة اتضافت للايفون 14 برو. نقدر نشوف طبعا سعر الفني من هنا. ده بالنسبة لشاشات التاب والموبايل، لان طبعا الموقع ريسبونسيف يقدر يشتغل معاك على تاب موبايل لاب. دي كانت شرح سريع وملخص لإدارة الفروع والتحويلات بين الفروع. ان شاء الله ننزل بقية الشروحات لبقية السيستم في الايام اللي جايه.